بيبدأ فيلمنا بجون اللي بيبقى لسه صاحي من النوم وبيلاقي أهله مش موجودين، وبيكونوا سايبين له ورقة إنهم مسافرين، وبيبقوا سايبين له فلوس عشان يمشي نفسه بيهم لغاية ما هيرجعوا. ولأنه يوتيوبر جيمنج فبيفتح الكمبيوتر ويقعد يلعب مع أصحابه أونلاين، فأصحابه بيقولوا له أنت إزاي بتلعب عادي كده والمدينة عندك فيها خربانة؟ فبيتخض ويشغل التلفزيون عشان يعرف الدنيا فيها إيه، ولما بيبص من الشباك بيتفاجئ من المنظر ده قدامه، وبيشوف أم بتدور على بنتها وبتفرح الأم لما بتلاقي بنتها وبتجري عليها تحضنها، ولكنه بيتفاجئ إن البنت اتحولت لزومبي وهجمت على أمها وعضتها. وبيسمع جون صوت خبط على الباب ويبص من العدسة بتاعة الباب على اللي بيعمل الصوت، وأول ما بيفتح بيتفاجئ إن جاره بيدخل يستخبى عنده، وبيسأل جون جاره إذا كان كويس ولا لأ، وفعلا بيكون في زومبي عضه بس كذب على جون وقال له إنه كويس، وبيطلب جاره منه إنه يدخل الحمام. وأثناء ما كان جاره في الحمام لقى جون المذيع في النشرة بيقول خلي بالكم من تعامل مع أصدقائكم وجيرانكم، فبيهدده جون بالسكينة وبيقول له يخرج بره حالا وإلا هيموته. المشكلة هو خارج بيتحول لزومبي فجرى عليه جون وزقه بره الشقة وقفل بسرعة، وبيجي زومبي تاني بيقتله عشان ياكله. ومن الصدمة حاول جون يأمن نفسه وحط التلاجة ورا الباب بتاع الشقة، وفضل يحاول يتصل على أهله لكن ما كانش فيه شبكة. وسمع المذيع في التلفزيون بيقول للناس اعملوا حسابكم على أكل وشرب مدة 60 يوم. فطلع جون كل الأكل موجود في الشقة عنده ولقاه يا دوبك هيكفيه 10 أيام بالعافية. وتاني يوم صحي من النوم لقى الوضع زي ما هو. أثناء ما كان بيقلب في الانستجرام لقى ناس طالبين مساعدة، فقرر إن يعمل زيهم وصور نفسه وهو شايل ورقة مكتوب عليها عنوان بيته، ونزل البوست وكتب عليه إنه محبوس داخل الشقة والأكل بدأ يخلص. وفضل جون يفكر إزاي يخلي الموبايل بتاعه يلقط شبكة، فربط الموبايل بتاعه في الدرون وطيرها لفوق عشان يلقط الشبكة، وفعلا الفكرة نجحت وموبايل لقط شبكة. لكن لسوء حظه الشحن بتاع الطيارة خلص، ولما زهق من الوحدة اللي هو فيها لعب بابجي عشان يتسلى، وبالليل وهو نايم سمع بنت عمالة تصوت، ولما بص من الشباك لقى شرطية بتحاول تقاوم الزومبي، لكن في الآخر اتلموا عليها وقعدوا يعضعضوا فيها، وحاول جون إنه يصرخ فيهم عشان يبعدوا عن الشرطية ويسيبوها، لكن المشكلة بسبب صوته العالي شد الزومبي لشقته. وبيحاول جون إنه يمنع الزومبي إنه يخش شقته بكل قوته، لكن جون جات له فكرة في آخر لحظة إنه ينزل تحت سور البلكونة، وإن الزومبي اندفع وراه ووقع من على السور، وطلع تاني جون للبلكونة بتاعت شقته. وبعدين قفل باب الشقة كويس عشان يبقى في أمان، لكن لحظه السيء لقى إن الأكل اللي كان مخزنه كله وقع على الأرض أثناء ما كان بيقاوم الزومبي. وبيمر عليه 7 أيام وهو محبوس في الشقة، بس بيكون متابع الأخبار عشان يعرف إيه اللي بيحصل بره في المدينة. وبيفتح المية عشان يشرب وبيتفاجئ إنها انقطعت، وبيضطر إنه يشرب خمرة عشان يعيش. وبالليل وهو بيراقب تحركات الزومبي شاف المسدس بتاع الشرطية اللي كلوها، فحفظ مكانه عشان بيستخدمه لما ينزل تحت. وبعد شوية بيتفاجئ برسالة متفائلة من أهله بيقولوله إن هما لسه عايشين، وبيحاول يخرج بره البلكونة عشان تليفونه يلقط شبكة ويعرف يكلم أهله، لكن الزومبي بيشوفوه وبيحددوا مكانه، وبيتعصب جون من الحبسة اللي هو فيها وبيخرج بره الشقة عشان يواجه الزومبي، لكنه خاف لما شافهم وحاول يهرب بعدها من الأسانسير، لكن طلع له الزومبي برضه وبيهرب منهم جون وبيستخبى منهم وما بيعملش صوت عشان ما يحسوش بيه. وأثناء ما كان ماشي بهدوء اتفاجئ بزومبي وراه، لكنه كان من غير عينين. وبيدخل جون الشقة وبيقفل الباب، لكن صوت قفل الباب بتاعه بينبه الزومبي لمكانه، لكن جون قفل الباب بكل قوته. ولما جه عليه اليوم العشرين يأس جون وقرر إنه ينتحر، وقبل ما يقتل نفسه صور فيديو وحكى فيه اللي حصل معاه كله، ولف جون الحبل حوالين رقبته، لكن وهو بيموت لقى ضوء ليزر متوجه عليه فبيفك. بيفرح جدا لما بيلاقيها، لكنها بتشاور له إنه ما يعملش صوت عشان ما ينبهش الزومبي ليه. والبنت كانت محبوسة زي جون وكانت عاملة فخ قدام الباب عشان لو زومبي حاول يدخل وهي نايمة يتقتل. وتاني يوم أول ما صحيت لقت زومبي حاول يدخل شقتها لكن الفخ قتله. وبعدين بتطمن على جون بتلاقيه جعان جدا وربطت كورة في حبل وحاولت تحدفها على جون، لكن المشكلة المسافة كانت بعيدة بينهم. ولكن جون شغل دماغه وربط حبل في الدرون وبعتها لها وعملت وصلة بينهم عشان يبعتوا من خلالها الأكل. وأثناء ما جون كان بيشكر جارته على الأكل اللي بعتهوله لقى زومبي ماسك الحبل اللي كانت ربطاه في الكورة، وشد الزومبي الحبل اللي كان مربوط في الترابيزة اللي خبطت في البنت وأغمى عليها. وفضل يتسلق العمارة عشان يوصل للبنت، وكان باين من هدومه إنه بتاع مطافي. وفضل جون يحدف عليه أزايز وبعت له الدرون عشان تعطي نفسه في آخر لحظة عشان يشوف الليزر جاي منين، ولقاه متوجه من بنت ساكنة في العمارة اللي قصاده.
في آخر لحظة بتفوق يويو بتضرب الزومبي على راسه اللي بيقع على البلكونة، وبالليل جون بيقرر يطلع من شقته ويدور على أكل عند جيرانه، ويدخل بكل هدوء شقة جاره. لقى فيها أكل كتير وبيتفاجئ بزومبي هجم عليه لكنه فلت منه وجرى واستخبى في شقته. وتاني يوم يويو اتفاجئت إن الزومبي طالعين لها على الشقة عشان يهجموا عليها، فجهزت نفسها عشان لما يطلعوا لها تهرب هي من البلكونة. ومن الناحية التانية جون كان بيتواصل معاها على اللاسلكي وبيجهز نفسه عشان يهرب معاها من الزومبي، وبينزلوا هما الاتنين في الشارع وبيضربوا الزومبي اللي بيحاول يهجم عليهم بطلوا. لكن الزومبي وبيجروا على العمارة وبيدخلوها تاني وبيطلعوا في الأسانسير وبيتفاجئوا إن الزومبي مش سايبهم في حالهم، وبيحاولوا يفتحوا أي باب من أبواب الشقق اللي كانت مقفولة ومفيش ولا واحدة راضية تفتح منهم، لحد ما فتح باب وشدهم واحد لجوه عشان ينقذهم. وبعدين جاب لهم أكل ومية وقال لهم إن في طيارات إنقاذ بتلف في المدينة وهيوصلوا في أي لحظة. وبعد شوية جون أغمى عليه، ويويو حست إن دوخة وأغمى عليها هي كمان. بيكون الراجل ده حاطط لهم مخدر في الأكل عشان يأكلهم لمراته اللي اتحولت لزومبي، وبدأ بيويو شدها جوه الأوضة اللي فيها مراته وخرج. وفي اللحظة دي جون بيفوق ويويو كمان بتفوق، وهدد جون الراجل بالمسدس عشان يطلع يويو من جوه. وكانت يويو جوه بتصرخ وبتقاوم، ومرة واحدة صوت الصريخ وقف وبيفتح الراجل الباب عشان يطمن على مراته. وكانت المفاجأة إنها هجمت عليه وعضته ويويو ضربتها بالرصاص، وكانت بتعيط وتطلب من جون إنه يقتلها لأن الزومبي عضتها وفي أي وقت ممكن تتحول هي كمان لزومبي. وفي آخر لحظة بيسمع جون صوت طيارة الإنقاذ، وبتبقى دي آخر فرصة ليهم عشان يعيشوا، وبيحاولوا بأي طريقة يطلعوا على السطح عشان يلحقوا الطيارة. وبعد ده كله بيطلعوا على السطح مش بيلاقوا حاجة، فبيفهموا إنهم مشيوا، فبيفقدوا الأمل وبيستسلموا للأمر الواقع، وبيلاقوا إن الزومبي داخلين عليهم. وبيحاول جون إنه يقتل في الزومبي على قد ما يقدر، وفي آخر لحظة بتظهر الطيارات وبتقتل في الزومبي، وبتيجي لجون رسالة من أهله على التليفون يطمنوا عليه ويعرفوه إن هما لسه عايشين. وعرف الإنقاذ إن يو مصابة عشان يلحقوها بمصل وتتعالج. وفي الآخر بنفهم إن طيارة الإنقاذ وصلت للعمارة بتاعت جون بالتحديد بسبب البوست اللي نشره على انستجرام وكان كاتب فيه عنوان العمارة.